أمل يلوح بأفقنا قرب السماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. تتوالى الضربات على إخواننا في حلب وريفها، وفي إدلب وريفها أيضا، وفي مناطق أخرى كثيرة، مما سبب موجة نزوح كبيرة جدا بعشرات الآلاف من الناس، وهؤلاء خرجوا بأنفسهم، ليس معهم شيء من قوتهم ولا طعامهم ولا شرابهم، مما سبب مجاعة حقيقية ونقص حاد في المواد الغذائية. كان لزاما علينا أن نقف معهم ونثبتهم. أطلقت منظمة الأمل الإنسانية حملات متعددة، منها عشرات الآلاف من السلع الغذائية ونفذت، وبعدها أيضا حملات نقدية وعينية ونفذت، والآن هذه إحدى الحملات ب1,000,000 كيلو بطاطس. وصلت الكمية الآن إلى 250 طن من البطاطس، ونسأل الله خلال 48 ساعة القادمة أن تصل إلى 1,000,000 كيلو. نحن الآن على بعد 1 من الحدود السورية التركية، نحن الآن في الأراضي التركية، وهذه الحملة تنطلق إن شاء الله الدفعة الأولى اليوم ب 165 طن تنطلق اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى تنطلق الدفعة الثانية. هذا الكيس من البطاطا فيه 25 كيلو وزيادة أحيانا، وثمنه 11 ريال وربع فقط. فنسأل الله أن يوفقنا لسد حاجتهم على الأقل بأقل الأساسيات لسد الجوع، وأن يكتفوا على الأقل من المواد الغذائية. يصومون بلا سحور وأحيانا بلا فطور، يواصلون الليل بالنهار لعدم وجود المواد الغذائية. شكرا لكل من تبرع، شكرا لكم جميعا. أرجو من الله أن يوفق وتصل هذه الكمية إلى 1,000,000 كيلو خلال 48 ساعة، وهذا أمر سهل جدا. $120 للطن من البطاطس. وفقنا الله وإياكم جميعا، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع، وجزاكم الله خيرا. لا تبتئس يا وجه غربتنا، ولا تحزن ولا تشكو لغيمتك الظما.